ايه نوع السلاح اللي دعمته بيه مصر في الفترة الأخيرة؟ وهل المسؤولين الأمريكان بيردوا عليه؟ كل دي ملفات هنناقشها معاكم النهارده في حلقتنا فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. الحقيقة إن فكرة إن الجيش المصري يخفي جزء من معلوماته أو من قدراته العسكرية هي فكرة مش جديدة، وده مش مجرد كلام ولا تصريح عابر. الموضوع ليه جذور أعمق، وفي تقارير عالمية ومعلومات من سنين طويلة بتأكد نفس الفكرة. ولو رجعنا لسنة 2001 جريدة هآرتس التابعة لدولة الكيان نشرت تقرير خطير جدا مبني على معلومات صادر من مخابرات دولة الكيان، والتقرير كان واضح وصريح، وكان بيقول إن الجيش المصري مش بس بيخدع دولة الكيان، ده بيخدع العالم كله. واللي احنا بنشوفه أو بنسمعه عن قوة الجيش المصري ما هو إلا قشرة سطحية، وإن الحجم الحقيقي للقوات المسلحة المصرية مختلف تماما عن اللي احنا بنسمعه او بنشوفه. وركز التقرير على ان الجيش المصري بيمتلك اسلحه ومعدات متطوره جدا، وانه